بسم الله. اول خطوه معايا في اعمال الكباب، انا هنا جبت معايا هنا لحمه، بس انا بصراحه دقتها حطيتها على كيس تخزين وقعدت ادق عليها لما فكيت الانسجه منها. دي اول خطوه معايا. تاني خطوه جهزت البهارات. عندي هنا فلفل اسمر، كمون، ملح، بهارات شوي جايبها من عند العطار. دي خلطه ملح بكزبره ببابريكا بشطه انا اللي عاملاها، كركم، سكر، فلفل اسمر. عندي هنا طماطمايه، بصلتين صغيرين، قرن فلفل احمر، علبه زبادي. ما شاء الله. هنعمل دول في الكبه مع بعض ونشوف مع بعض، وهنقلبهم على اللحمه ونسيبها على الاقل خالص ساعتين في التلاجة. اكتر من كده يبقى كويس قوي، يعني هي اقل حاجه ساعتين. عملنا التتبيله في الكبه زي ما احنا شايفين، ومعانا اللحمه، فهنصب التتبيله على اللحمه. التتبيله احطها على اللحمه زي ما احنا شايفين كده، وهوزعها كويس قوي. التتبيله على فكره ريحتها جميله قوي قوي قوي. الكفته مشويه مع الكباب اللي احنا تبلناه. اللحمه معايا كيلو لحمه. معايا هنا بصل مفروم انا عاملاه بالعرش بتاعه، اللي هو العرش الاخضر بتاعه. هو مزرع، بس على فكره بيبقى حلو قوي في الكفته. مدي ريحه حلوه قوي. معايا هنا ربطة بقدونس انا مقطعاها بس. فلفل. كل ده هعيد عليه في الكبة تاني. كل ده هرجعه في الكبة واحدة واحدة. هفرمه ناعم زي ما احنا شايفين كده. معايا هنا علبة زبادي هنزلها كده. للأسف ما عنديش زبادي بيتي، فاضطريت ان انا احط زبادي من ده، لان مش بأيد اساسا الزبادي بتاع المحلات. عندي هنا ربع ده، ربع دهن اللي هو في المنديل ده، ربع دهن هحطه برضو. كل ده هعيد عليه تاني في الكبة، هفرمه وارجع لكم. سوري، لسه البهارات. هضيف بهارات عبارة عن فلفل اسمر وملح، بهارات كفتة، لحمة شوي، دي بهارات ملح على كزبرة على بابريكا على شطة، خلطة انا عاملاها. ده سكر طبعا. هنشوف كده مع بعض. برضو كل ده هرجعه تاني في الكبة، هنشوف مع بعض. فرمنا الكفتة مع بعض زي ما انتم شايفين كده، بالخضار بالبتاع، نعمناها قوي. عملنا فرمنا الأنسجة بتاعتها، ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. هنصبحها بقى ونشوف مع بعض. انا جبت طبق حطيت فيه حوالي معلقتين 3 من الزيت. هحط نقطة هنا هدهنها على الصينية، والباقي اللي في الطبق ده انا هعص ايدي زيت. هعص ايدي زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين كده هعص ايدي زيت. عندي هنا عصاية خشب رفيعة، ممكن تعملي بقلم، ممكن تعملي، ما بقتش القلم بصراحة. معلقة رفيعة، اي حاجة عندك علشان خاطر تسيب فراغ في الكفتة. فطبعا هنا هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. معانا مع بعض السر الخطير اللي بيخلي الكفتة تنشف، سوري، مش تنشف، الكفتة تبقى هشة. ده نص باكو من البودر. انا نسيت احطه في الكبة، فهعمله هدعكه كويس قوي في الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده انا بمسك، عصت ايدي زيت وبمسك كده صابع صابع، ما شاء الله كده. عايزه ترفعي رفعي، عايزه تخني تخني، عايزه تقصري قصري، حسب ما انت عاوزه وحسب ما انت بتحبي وولادك بيحبوا. زي ما احنا شايفين كده ماشيين مع بعض خطوه خطوه. هسحب بقى الصابع واحط على الصينيه علشان احنا في رمضان، فانا هعملها قبل ايه، هولع على الفحم قبل ايه، قبل المغرب بنص ساعة أو ساعة إلا ربع كده. زي ما احنا شايفين كده الصوابع ما شاء الله. الزيت بقى مش بيخلي الكفتة تمسك في ايدك. الزيت مش بيخلي الكفتة تمسك في ايدك زي ما احنا شايفين كده. واسحب الصابع، الكاميرا مش جايباني بس اقرب شوية. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا قلنا نقص ايدينا زيت زي ما احنا شايفين كده، واسحب الصابع. على فكرة ريحة الكفتة جميلة قوي قوي وهي نية، ما بالك انتي بقى لما بتستوي. احنا بصراحة دلعناها ما في الكفاية.
بهارات لبصل لخضار بقدونس. لو عندك عود كزبره اخضر ماشي، بس احنا بصراحه مش كان عندنا فحطينا كزبره ناشفه. الخلطه اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي انا بعملها، اللي هي الكزبره الناشفه زي ما احنا شايفين كده، واسحب الصابع واحطه في الصينيه قبل ما اجي اشويها. كمل اخلص باقي الكميه وارجع لكم. بسم الله ما شاء الله، صبعنا الكفته مع بعض. ريحتها جميله قوي وهي نيه ما شاء الله. البصل مع البهارات مع الخضار مع الفلفل ما شاء الله مديها نكهه حلوه قوي. والدهنه اللي احنا حطيناها طبعا هي جميله قوي في الشوي. بعد كده هنشوف بقى هنحطها في التلاجة، وبعد ما نيجي نشوي قبل المغرب بساعه هنشويها على الفحم ونعمل معاها سلطه شوي. ونشوف مع بعض. طلعتها من التلاجة اللي احنا متبلينها، هنحطها على الشوايه هي والكفته. ما شاء الله جميله جدا، ريحتها نفاذه زي ما احنا شايفين كده. حطينا شويه من الكفته وشويه من الكباب. طبعا لازم تكون النار مش سخنه قوي برضو علشان خاطر مش تتحرق معاكي وتبقى جوسي كده وطريه ما شاء الله. هنشوف مع بعض.